يلا فانوس الشعار الرسمي لكأس العالم 2030. على كل تقريبا سنتحدث عن كل التفاصيل، سنتحدث عن الشعار، سنتحدث عن السفراء، سنتحدث عن الملاعب، ولكن قبل هذا دائما سكوبات والأخبار الحصرية دائما موجودة عند الأستاذ محمد الميغودي. مباشرة أستاذ محمد الميغودي، تقريبا اللي صار نعرفوه، اللي صار في الاجتماع في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم نعرفوه وطلع للصحافة، ولكن اللي يهمنا بالأساس هو اللي ما طلعش، هو ما كان خفيا في هذا الاجتماع. والله عزيزي، كان اولا دعني في البدايه اقول لك ان هناك نقطه او ملاحظه جوهريه اعتز بها، هو ان رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ولا حتى ايضا نور الدين النبيت حافظوا ايضا على اللغه العربيه، يعني سوقوا لهذا المنتوج او لهذا المشروع او لهذا الطموح باللغه العربيه، وهذا مهم جدا احتراما للدستور المغربي واحتراما ايضا لقيمه اللغه العربيه عندنا نحن في المغرب وعند العرب بشكل عام. أنا بالنسبة لي أهم النقط الجوهرية التي كانت وتم مناقشتها وتم شبه اتفاق حولها هو أن لقاء الافتتاح سيكون بإسبانيا، وأن لقاء النهاية سيكون إن شاء الله بمدينة بن سليمان، أي في أكبر مركب سيكون بدولة المغرب إن شاء الله. وأيضا من أهم النقط التي تم الإشارة إليها هو أن البرتغال ستكون أقل احتضانا لقاءات المنتخبات في كأس العالم إن شاء الله في 2030، والأكثرية ستكون بين إسبانيا وبين المغرب. أنا أعتقد أهم النقط التي كانت تشكل الحرج هي كان لقاء الافتتاح ولقاء النهاية، وتم التوافق عليهما بشكل لا أقول بشكل قطعي ونهائي ولكن بشكل كبير جدا، لأن الحسم في كل تلك الأمور تكون أيضا بيد قيادات العليا للدولتين الإسبانية والمغربية. والأهم أيضا في هذا النقاش أيضا عزيزي هيكل هو أن سواء في هذا التقديم أو سواء أيضا في النقاش الداخلي بين الدول الثلاث أنه تبين فعلا بأن المغرب أصبح قوة عظمى على مستوى هذه الأقاليم، وأن المغرب أصبح يتمتع أيضا بمكانة عليا سواء داخل إسبانيا أو داخل البرتغال، وتبين ذلك بأن كل الطلبات التي تقدم بها المغرب كانت مستجابة. أقف عند هذا الحد من باب التحفظ أكثر. الأستاذ محمد الميغودي، لأنه نذكر دائما أن الأستاذ محمد الميغودي أعطانا سكوب بنسبة 90% ممكن جدا أنه مباراة الافتتاح ستكون في إسبانيا ومباراة النهائي ستكون بالملعب الجديد بالدار البيضاء إن شاء الله. هذا مهم جدا. وأعتقد أستاذ محمد ميغودي، وهذا رأي شخصي، تعرف ملف إبراهيم دياز ممكن حتى سهل المهمة، لأنه ممكن إبراهيم دياز ملفه في ظاهره رياضي ولكن في باطنه ليس بالرياضي تماما، ممكن له أبعاد أكثر من الرياضية، لأنه ممكن النجاح في ضم إبراهيم دياز للمنتخب المغربي على حساب المنتخب الإسباني هو كأنه فرض نفوذ، فرض قوة بالنسبة للمغرب في ملف كأس العالم لكرة القدم، لأنه ليس بالأمر الهين أنك تجيب لاعب من ريال مدريد وتفتكه من الاتحاد الإسباني لكرة القدم. يعني من هنا بديت المعاملة الند للند، بل فاقت الند للند، ومن حق الآن المنتخب، من حق الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه يطالب بنهائي كأس العالم. اولا عزيزي هيكل، انا اتفق مع ربيع العفوي في اختيار نور الدين النبيت جمله وتفصيلا، لان الرجل بالاضافه الى مشروعيته وشرعيته الكرويه، المغرب حضر هذا الرجل لسنوات، على الاقل على المستوى الاداري كان متواجد في المكتب الجامعي وكان يحضر جميع اللقاءات المهمه للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم سواء بافريقيا او بالعالم، وبالتالي ان تواجد نور الدين النبيت في هذا المنصب أو في هذا التشريف أنا أعتبر أنه كان خطوة غاية في الذكاء. على مستوى إبراهيم دياز أيضا هناك لابد من التأكيد على أمر أهم، هو أن ما صرح به إبراهيم دياز مؤخرا أعطى مصداقية لهذا البرنامج وما نقوله في هذا البرنامج. حينما قلت بأن الدولة المغربية هي التي تدخلت، تصريح إبراهيم دياز شكر فيه ملك البلاد في البداية وفي الختام. هذا يعني ماذا؟ يعني أن ملك البلاد هو كان وراء الملف بكل قوة، وأن هذا الملف دبره ملك البلاد أيضا تفاصيله، وهذا يفيد بأن قوة المغرب لم تكن فقط بالجامعة الملكية المغربية ولكن كانت بقوة كبرى، وهي التدخل الدولة المغربية في شخص المؤسسة الملكية.
أنا أقول أيضا أن قوة المغرب هي لم تكن فقط بملف دياز ولم تكن بملف كأس العالم، ولكن كانت قبل ذلك في مجموعة من المواقف الكبرى التي تهم القضايا الكبرى للبلد. وكان المغرب صارما وبين وأكد للجميع إما أن تكون مع المغرب أو ضد المغرب، وربح هذه المعركة بقوة وخاصة في قضيته الوطنية. تلاها فيما بعد النتيجة التي كانت بعد أو ثمار هذه القوة، قوة المغرب، هو أن إسبانيا والبرتغال هم من استنجد بالمغرب في تنظيم مونديال 2030. استنجادهما بالمغرب يفيد بالفعل أن المغرب قوة، وتجسدت أيضا في هذا الملف، ملف دياز، وستتجسد بشكل كبير أيضا في نهائي كأس العالم 2030. الخلاصة أن المغرب قوي دبلوماسيا وسياسيا، وأصبح الآن قوة رياضية كبيرة، وسنستفيد وسنستثمر هذه القوة مع أبنائنا ومع جاليتنا في المغرب. ولهذا أوجه رسالة لبعض المغاربة خاصة الذين كانوا استصغروا أو استهانوا بملف دياز. أقول لهم بأن الأمر لم يكن يتعلق بملف رياضي بقدر ما يتعلق بسيادة وطنية وبعلاقة مغربية مع الجالية المغربية. شكرا لكم. واضح، هو كان في شكل خطابي، حتى شكرا لكم في الأخير هي في شكل خطاب كانت بأتم معنى الكلمة. نمشي نكمل مع ربيع بالنسبة لهذا الملف الخاص بالمغرب 2030، ومش نرجع للبنية التحتية، ولو أني لن أتحدث عن البنية التحتية كاملة، سنعود لهذا الملف إن شاء الله في قادم المواعيد. ولكن مش نرجع لنقطة مهمة جدا، هي نقطة النهائي اللي من المنتظر أن يكون في الملعب الجديد بالدار البيضاء. أستاذ محمد الميغودي تقريبا أكد أن بنسبة فوق 90%، أعتقد أنه حتى نكمل 10% الباقية، حتى المغرب يساعد نفسه على 10% الباقية. المفروض أنه تصير عملية التسويق كما يجب للملعب، للمركب، للدار البيضاء، لأنه شاهدنا المغرب في عملية تجديد، عفوا إسبانيا في عملية تجديد سانتياغو برنابيو، شاهدنا الطريقة اللي صارت بها عملية التسويق في كامل التلفزيونات الأوروبية. تقريبا كل ما تفتح المواقع الاجتماعية إلا وتشاهد سانتياغو برنابيو بحلته الجديدة. الآن تقريبا نفس الشيء بالنسبة لنيو كامب. أعتقد هذا الشيء ناقص نسبيا بالنسبة للمغرب. أنا شخصيا إلى حد الآن صحيح شفت المركب، ولكن إلى حد الآن لا أعرف التفاصيل، لا أعرف التصميم، ما زالت في أشياء ناقصة يعني ربيع في هذا المجال. هو بالنسبة للتصميم، وأنا سأبدأ بالتصميم اللي أشرح لك، أنه الملعب يعني يقع هيكل الملعب تحت سقف خيمة كبيرة وسط المناظر الطبيعية للغابات، مستمدة من ثقافة التجمع الاجتماعي والمعروف في المغرب بالموسم. أنت مجهز نفسك يعني. صحيح، مجهز نفسك. لابد. فبالنسبة لإنشاء الملعب جاء على أساس أنه يكون إنجاز استثنائي، وهذا اللي من خلاله نتكلم اليوم على ملعب الدار البيضاء الكبير، وهو سيكون أكبر 113,000 أكبر ملعب في العالم. لأنه سمعت أنه طاقة الاستيعاب نقصت نسبيا 113، لا كانوا نتكلموا على 115، أصبحت 113,000، هذا الرسمي 113,000 مقعد. ولما نتكلم على النهائيات نتكلم على في رأي نسختين فقط تجاوزوا 100,000. نتكلم على الماركانا 179,000 تقريبا. صحيح. ثم لكن قبل المواصفات الجديدة نتكلم. ونتكلموا على لاستيكا، هذا الملعب أمامنا على الشاشة. ونتكلموا على لاستيكا اللي كان شهد نهائي 1982 واللي تقريبا 115,000. لكن نتكلم عن هذا الحضور الجماهيري بالمواصفات القديمة أو ليست بالمواصفات الجديدة، معناه أنه لم تكن هناك كراسي. اليوم سوف نشهد بناء ملعب بالكراسي يصل إلى سعة 113,000، وأمام الاتحاد الدولي إذا ما نظم إن شاء الله بإذن الله النهائي أمام رقم تاريخي واستثنائي، لأنه حتى في الملعب الذي سيشهد نهائي كأس العالم 2026 واللي هو الميت لايف بنيو جيرسي، ثقة سعة الاستيعابية هي 82,500. وبالتالي أعتقد بأن للمغرب إن شاء الله فرص كبيرة على أنه يحتضن النهائي، لأنه هو أكبر ملعب وسوف ينشأ لهذا الغرض مقارنة مع كما قلت نيو كامب والبرنابيو. ثم النقطة الثانية على مسألة التسويق،
سوف ناخذ بعين الاعتبار المسافة من خلال المدن التي سوف تحتضن كأس العالم. يعني تخيل أقرب مدينة لبرشلونة ولمدريد هي ساراغوسا، تقريبا بمدة زمنية 3 ساعات و18 دقيقة، نتكلم على يعني بالسيارة. بالمقابل في نفس التوقيت الزمني هناك طنجة، فاس، الرباط، الدار البيضاء ومراكش أقرب لهذا الملعب، معنى أنك ممكن تجي تشاهد مباريات الدوري وتقيم بمراكش وتنتقل إلى يعني بن سليمان في النهائي. وهذا أعتقد مهم بالنسبة للجماهير، وشاهدنا مسألة التنقل كيف ساهمت في نجاح كأس العالم 2022. وهذا قانون اللعبة. هي في البداية يكون تنافس بين ملفات من أجل احتضان كأس العالم، ثم عند الفوز بالملف يصبح هناك تنافس بين الدول التي فازت باحتضان كأس العالم من أجل تنظيم المباراة الأفضل والأضخم وهي نهائي كأس العالم لكرة القدم. على كل نكتفي بهذا القدر بالنسبة للملف الخاص بالإعلان الرسمي 2030